انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة رجعت لكم بمكان جديد. النهاردة احنا في الوسيل في جزيرة المها. طبعا انا كان اول مرة اروح اللي انتوا شايفينه دوت. جزيرة المها طبعا اللي قدامكم هناك ديت اللي فيها وينتر وندرلاند. انا طبعا حبيت انقل لكم الاجواء واقول لكم التجربه الشخصيه. يعني طبعا انا ما دخلتش مدينه الملاهي، بس هقول لكم يعني هي اولا المكان قريب قوي من فاندوم بالاس. دخول السياره الواحده ب150 ريال. يعني مثلا السياره وفيها افراد الاسره ايا كان عددهم، الدخول من البوابه عشان تدخلي جزيره المها جوه ب150 ريال. بس احنا طبعا انا ما دخلتش بالسياره، احنا ركننا بره. زي ما انتوا شايفين في المنطقة دي كده في براكنج بتروحي تركني. الأحمر اللي انتوا شايفينه ده مطعم. طبعا هناك قبل المطعم دوت في منطقة مطاعم زي فود كورت كده زي اللي في قطارة. تقدري تاكلي فيه تشربوا فيه كل حاجة يعني. وزي ما انتوا شايفين ده الممشى أو الكورنيش اللي قبل ما تدخلوا على المداخل بتاعة جزيرة المهد. طبعا هناك في قعدات حلوة وحاجات كويسة وتقدري تقعدي فيها. طبعا مجاني كل ده، والمنظر هناك رائع زي ما انتوا شايفين. كله يعني بصراحة هما كانوا يعني منطقة هناك بصراحة وهمية خرافة يعني. وصدقوني يعني لو خدتوا ولادكم ورحتوا الموضوع مش هيكلفكم حاجة. اركنوا العربية وممكن تتمشوا وتدخلوا جزيرة المها دي. أنا دخلتها لحد جوه. طبعا في هناك اماكن تقدري تدخلي منها عادي من غير ما حد يقولك انت داخله ليه او باشتراك او كده. لا تقدري تدخلي وتتمشي وتتفرجي وترجعي تاني مكان الباركنج اللي انت راكنين فيه. لان انا بصراحه شايفه ان يعني 150 ريال بصراحه كتير يعني. المهم هنا زي ما انتوا شايفين هنا على الكورنيش تقدري بقى تتمشي وتقعدي. بصوا الكورنيش بتاعها عاملينه زي نظام المينا الجديد اللي في الدوحة. تقدري برضو تروحي وتقعدي وفي قعدات. بس الفود كورت بعيد شوية. يعني لو انت هتروحي الفود كورت تاكلي روحي وكلي وكل حاجة، بس اعملي حسابك ان يبقى مثلا معاكي مية بعد كده او كده. لان كل بقى المنطقة دي من بعد الفود كورت لحد ما تدخلي جوه ما فيهاش اي حاجة ممكن تشتري منها. تمام. طبعا انا زي ما قلت لكم انا ما دخلتش اللي هي مدينة الالعاب نفسها. لان طبعا بصراحة يعني انا حتى ما اعرفش تذكرتها كام، بس لما دخلت على البوابات على اساس ندخل بالسيارة جوه قالوا لنا ندخل السيارة الواحدة ب150 ريال. طبعا ما اقولكوش لفيت ورجعت طبعا يعني. بصراحة كتير. فقلت لجوزي تعالى نركن بره، ولقينا ناس كتير داخلة مشي وراجع مشي فدخلنا زيهم يعني، وركننا السيارة بس بره. طبعا بص هو المسافة ما بين البراكنج اللي بره يعني حاولي تركنوا بعيد لان انتوا مش هتلاقوا يعني براكنج قريبة. المسافة شوية طويلة. يعني اعملوا حسابكم ان انتوا تبقوا طالعين عاملين حسابكم انتوا تتمشوا وتغيروا جو. بصوا انتوا زي ما انتوا شايفين كده الممشى كده لحد دلوقتي كده احنا كده دخلنا جزيرة المها، بس لسه ما وصلناش لوينتر وندرلاند. آم، اقول لكم كمان المنطقه هناك حلوه. يعني ممكن تاخدي معاكي ترمس شاي، ممكن تاخدي فطاير حاجات خفيفه. تقعدوا زي ما انتم شايفين القعدات حلوه والمنظر بصراحه اكتر من رائع. ومكان جديد وتغيير وهادي، مكان هادي والقعده فيه حلوه، الجو كويس كمان. خدوا الولاد وروحوا. بصوا انا هنا صورت لكم كده، انا قربت كده من وينتر وندرلاند زي ما انتم شايفين. بصراحة مدينة ملاهي فظيعة رائعة يعني. بس طبعا انا ما عرفتش سعر التذكرة كام. نسيت اقول لكم كمان ان دخول السيارات لجزيرة المها بعد الساعة 11 بيكون مجاني. يعني لو انت رحت الساعة 11 بيكون مجاني. وينتر وندرلاند دخولها لحد الساعة 11 تقدري تدخلي. بعد الساعة 11 ما فيش دخول. يعني ممكن تدخلي تفضلي يعني ممكن تقطعي تذكرة او كده وتدخلي لحد الساعة 11. بعد الساعة 11 ما اعتقدش انها بتستقبل حد. هي يعني هما كانوا كاتبين كده بس ما اعرفش يعني بتقفل الساعة كام. ما شفتش يعني ميعاد الإغلاق بتاعها كان، بس شفت هي يعني آخر موعد للدخول فيها الساعة 11 لله. زي ما انتوا شايفين بصراحة المكان هناك جميل جدا. طبعا المطاعم اللي هناك بصوا فخمة جدا
وغالية جدا جدا جدا. يعني انا كل ده اتمشيت بس، يعني انا ما دخلتش. عايز تقعدي في اماكن كتير ان انت تقعدي وولادك يقعدوا كده، بس المطاعم هناك بصراحة غالية جدا، كلها براندات عالمية. بصوا ديت لعبة من الألعاب اللي في وينتر وندرلاند. زي كده ناس بتركب فيها بسلاسل كده وتدور فوق المسافة عالية، زي اللي عندنا في دريم بارك كده. لو حد راح فيكم دريم بارك، في واحدة هناك نفسها كده في دريم بارك. بصوا ده هنا برضو انا حاولت اصور لكم كل حاجة. ده مطعم من ضمن المطاعم الموجودة. انصحكم تاخدوا ولادكم وتروحوا وتفرجوهم وتمشوا وتغيروا جو. بصراحة المكان هناك جميل جدا، وهتستمتعوا بالمناظر والديزاينات والحاجات اللي معمولة. وحتى لو عايزين تاخدوا صور تتصوروا، هناك حاجات كتير حلوة تقدروا تتصوروا فيها. يعني بصوا الديكورات والديزاينات اللي عاملينها حلوة قوي. اتمنى يا رب تكون الجولة المرة دي حلوة وخفيفة. الفيديو بسيط، انا حبيت انقل لكم تجربة انا مريت بيها ودخلتها وشفتها، وشايفة انها حلوة وما تعتبرش مكلفة زي ما قلت لكم. على قد ان انتي بس ممكن تروحي وتتمشي وتستمتعي بالمناظر. ان شاء الله لو ما وعدكوش، لو فكرت اروح وينتر وندرلاند برضه هبقى اقول لكم واقول لكم الاسعار ايه. بس انا شايفة ان الاسعار من بوابة الدخول تعتبر غالية، فما بالكم بقى لو دخلت وينتر وندرلاند. ان شاء الله يا رب تكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير، وان شاء الله انزل لكم فيديو تاني قريب. واتمنى النهارده الفيديو يكون نال اعجابكم على مكان جديد ومنطقة جديدة في الدوحة. اشوفكم على خير، مع السلامة.